السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكل المتابعين الأعزاء في قناتكم. اليوم نحمل لكم موضوعا من أهم المواضيع المرتبطة بالصحة والتغذية السليمة. في هذه الحلقة سنتحدث عن الحبوب الصحية، تلك الكنوز الطبيعية التي توفر للجسم فوائد مذهلة، وقد يغفل عنها الكثير من الناس رغم أنها متوفرة في كل بيت تقريبا. فالطعام ليس مجرد وسيلة للشبع، بل هو وقود لصحتنا، أساس لمناعتنا، وطريق لجسم متوازن وقوي. ومع ازدياد الوعي الغذائي حول العالم، أصبحت الحبوب الكاملة جزءاً مهماً من أي نظام غذائي صحي، لأنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن والبروتينات النباتية. دعونا نبدأ رحلتنا مع الشوفان، هذه الحبة الصغيرة التي تعد من أقوى الأطعمة القادرة على تحسين صحة القلب. فالشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل على خفض الكوليسترول الضار، كما أنه يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، ويمنح شعوراً بالشبع لفترة طويلة، مما يجعله مناسباً لكل من يريد خسارة الوزن بطريقة طبيعية وآمنة. كما يمكن تناوله في الإفطار مع الفواكه أو إدخاله في وصفات صحية متعددة. ثم ننتقل إلى الكينوا التي أصبحت تلقب بملكة الحبوب، فهي ليست مجرد مصدر للطاقة، بل تحتوي على بروتين كامل يضم جميع الأحماض الأمينية الأساسية، وهو ما يجعلها خياراً ممتازاً للنباتيين أو الرياضيين. الكينوا أيضاً خالية من الجلوتين، وتحتوي على معادن مهمة مثل المغنيسيوم والحديد، مما يجعلها داعماً قوياً للصحة العظام والعضلات، ويمكن إعدادها كسلطة أو إضافتها إلى الأطباق اليومية بسهولة. أما الشعير فهو غذاء ذكره القرآن الكريم، وله مكانة كبيرة في الطب الطبيعي. يمتاز الشعير بقدرته على تنظيف الجهاز الهضمي وتحسين صحة الأمعاء، كما يساعد على خفض السكر والكوليسترول بفضل الألياف الذائبة التي يحتوي عليها. إضافة إلى ذلك فهو يعزز المناعة ويرطب الجسم، ويعد من أفضل الخيارات لكبار السن ولمن يعانون مشاكل الهضم. ونصل الآن إلى الأرز البني. هذا النوع من الأرز يحتفظ بطبقاته الخارجية الغنية بالألياف والمعادن، وهو ما يجعل قيمته الغذائية أعلى بكثير من الأرز الأبيض. يساعد الأرز البني على التحكم في الوزن، لأنه يمد الجسم بالطاقة بشكل تدريجي، كما يدعم صحة الأمعاء ويحسن عملية الهضم، كما أنه يساهم في تقليل المخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، وهذا ما جعله من أساسيات النظام الغذائي الصحي في معظم دول العالم. ثم نمر إلى الذرة، وهي حبة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي العينين وتدعم الجهاز المناعي. تمتاز الذرة بمحتواها من اللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان يساعدان على حماية شبكية العين من الضرر. كما تمنح الذرة طاقة قوية للجسم، وتستخدم في الكثير من الوصفات، سواء كانت مسلوقة أو مشوية أو مطبوخة. ولا يمكن أن ننسى الدخن، هذا الحب الذي بدأ يعود بقوة في الأنظمة الغذائية الحديثة. يمتاز الدخن بخلوه من الجلوتين، مما يجعله مناسباً لمن يعانون حساسية القمح، وهو غني بالمعادن كالكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، ويساهم في تقوية العظام وتنظيم سكر الدم وتحسين صحة الجهاز النرفي، ويعد خياراً ممتازاً للأطفال والحوامل لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة. ونصل الآن إلى الحنطة السوداء، وهي من أروع الحبوب لمن يبحثون عن حبوب خالية من الجلوتين. تعمل الحنطة السوداء على تحسين الدورة الدموية، وتساعد على خفض ضغط الدم، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة القلب وتقلل من الالتهابات في الجسم. ونصل الآن إلى بذور الكتان. هذه البذور الصغيرة تمتلك قوة كبيرة بفضل محتواها العالي من الأوميغا 3. تساعد بذور الكتان على تحسين الهضم بفضل أليافها، كما تعمل على تنظيم الهرمونات لدى النساء، وتحسن صحة القلب والشرايين، وتساهم في العناية بالبشرة والشعر. وأخيراً نختم مع بذور الشيا، تلك الحبات الصغيرة التي تتحول إلى جل طبيعي عند نقعها في الماء. تساعد الشيا على الشبع وإنقاص الوزن، وتدعم صحة العظام بفضل محتواها العالي من الكالسيوم، كما تحتوي على مضادات أكسدة قوية تدعم صحة الجلد وتزيد من نضارة البشرة، وهي مناسبة جداً للرياضيين وللأشخاص الذين يحتاجون لوجبات طاقة سريعة وصحية. وفي نهاية هذا الموضوع، الحبوب الصحية ليست مجرد طعام، بل هي علاج وطاقة ووسيلة للحفاظ على الجسم من عديد من الأمراض.
إدخال هذه الحبوب في نظامكم الغذائي اليومي يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً على المدى البعيد. فالصحة تبدأ من الطبق الذي نضعه أمامنا كل يوم، والاختيار الصحيح هو سر حياة أفضل. شكراً لكم على المشاهدة، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نلتقي بإذن الله في حلقة جديدة، ودمتم بصحة وعافية.